بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير لكم سندويشات او فطائر بعجينة بدون اختمار، ورايحه نديرها لكم بحشوة بنينة قد ما تاكلوا ما تشبعوش منها. شوفوا مصداقية الوصفة. شوفوا البنات، العجينة ديك راهي رقيقة خلاص ومقرمشة. نروحوا الان طريقة التحضير. عندي هنا صدر تاع دجاج كنت قطعته الى شرائح رقيقة كما راكم تشوفوا. من بعد نجي نتبل. عندي ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، كزبر، توابل الدجاج، وعندي زنجبيل. هنا نزيد مغرفة صغيرة هريسة، وغرفة متوسطة طماطم، ومغرفة متوسطة خردل، نصف عصير حبة ليمون راح يطرينا الدجاج، وعندي 3 مغارف كبار تاع زيت. نخلط مليح ونخليهم يتشربوا من التوابل كيما انا هنا وجدتهم صباح العشيه باش درتهم. من جهه اخرى كنت شويت فلفل حار وفلفل حلو وطماطم، قشرتهم وقطعتهم رقيق، زدت لهم 2 فص ثوم وزدت زيت زيتون وحطيتهم يطيبوا على نار قليله. من جهه اخرى نجيب مقله نحط فيها زيت زيتون ونخليه يسخن مليح. من بعد نفرغ فيه الزدر اللي وجدناه من قبل ونخليه يطيب على نار قاويه. هنا البنات ما تنقصوش للنار باش ما يطلق لكمش الماء، ومره على مره راكم تحركوا فيه حتى يدي اللون ذهبي. نجيو للعجينه واش فيها 4 كيسان ممسوحين تاع فرينه، وعندنا مغرفه متوسطه ملح، 6 مغارف كبار تاع زيت، واللم بالماء. هنا العجينه البنات ما تكون يابسه، ما تكون جاريه، طريه برك. نحاول نعجنها حوالي 2 دقائق 3 دقائق. من بعد نشكلها كرات كيما انا هنا درتها على 9، نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا مدة 20 دقيقة. من جهة أخرى نجيب حوالي 8 قطع ولا 9 قطع تاع فرماج، نزيد لهم 2 مغارف كبار تاع مايونيز، ونزيد شوية حليب، من الأحسن تكون كريمة سائلة، ونخلط مليح. لازم القوام تاعها يكون شوية جارية البنات كيما راكم تشوفوا. وفي الأخير ضفت لها دبشة مقطعة رقيقة ونزيد نخلط. شوفوا القوام تاعها كيفاه يولي. هنا بعد ما ارتاحت العجينه نجي نطرحها، نرش الفرينه من تحت ومن فوق ونبدا نطرح فيها على شكل بيضاوي. وبهذا السمك ركوها خلاص البنات باش تجيكم مقرمشه ومش معجنه. حطيت في الاول هنا الفرماج والمايونيز، زدت فرماج مرحي، زدت الحميص، ومن بعد زدت صدر. ندهن الحواف بالماء ونبدا نلصق فيهم بهذه الطريقه. ومن بعد نضغط عليهم مليح باش ما يتفتحوليش من تحت، ونحاول نبسط فيهم كيما راكم تشوفوا هنا الصوره راهي واضحه. نفرش ورقه طبخ ونحطهم في البلاطو. عندي هنا الحليب تاع شكاير البنات شويه مايه، زدت له مغرفه كبيره تاع حليب مجفف وخلطت مليح. شوفوا هنا يولي القوام تاعو يثقل. ومن بعد ندهن به من فوق كيما راكم تشوفوا. ندهنوا الحبات كامل ونرش عليهم سينوج جلجلانيه، وعفوا راح لي كيفاه يسميوه يا ربي، المهم كي نتفكر دوك نقول لكم. ونثقبوا بالعود الخشبي وندخلهم يطيبوا على درجه 180 حتى يحمروا. هاني تفكرت البنات بذور الخشخاش. وها هم الفطائر والله السندويشات تاعنا واجدين. صحه فطوركم البنات. سلام.